هاند اوف جاد، عبقرية ولا غش؟ في كرة القدم في لحظات بتخليك تسأل نفسك، هو اللي حصل ده خداع ولا عبقرية من اللاعب؟ سنة 1986 في ربع نهائي كأس العالم وقف دييجو مارادونا قدام انجلترا، كرة عالية وحارس طالع ولحظة واحدة بس، ايد، لمسة خفيفة وجول. طبعا التاريخ اتكتب والجول اتحسب، لكن القصة ما خلصتش هنا. بعدها بدقايق نفس اللاعب يمسك الكرة من نص الملعب، يعدي من الأول والتاني التالت فريق كامل ويسجل هدف اسمه هدف القرن. هدف بإيد وهدف بعبقرية، واحد اتهاجم والتاني اتخلى. يمكن مارادونا ما كانش ملاك بس كان عبقري فعلا. في الآخر الناس لحد النهاردة بتسأل، هل التاريخ بيفتكر الطريقة ولا النتيجة؟ انتوا رأيكم ايه؟